حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين كده، دي البلكونه اللي معقداني في حياتي من ساعه ما سكنت في الشقه. كانت مش ما كانت شغاله وكل حاجه، بس بدات تهوي وصعوبه كده في القفل والفتح. وقلنا بقى نغيرها. فغيرها يعني ابو عمر، يعني القلموتال. فقلت له لازم يعني ما يبقاش باب النجار مخلع، يعني ما يبقاش انت بتعمل بره بلكونات ومطابخ وتيجي انا على البلكونه اليتيمه اللي انا عايزه اغيرها وما تتغيرش. فبعد الزن ولا وماشي وشويه كده، طب خليها الفتره دي، لا خليها الفتره دي. فربنا كده ان شاء الله امر ربنا يسهلها وقال لي هعملها. وجي خد جاب حد رفع المقاس وظبط وقال لي وانا ما اخترتش اي لون ولا كده. فقلت له بقى انت واختيارك، وهنشوف نظامك ونشوف شكلها ايه. فانا كمان شويه كده مستنيه تركيبها وهشوفها معاكم هيبقى شكلها ايه. هو طبعا انا المساحه عندي، انا حتى ما اعرفش هو عاملها لون ايه، ولا عارفه هو يعني النظام ايه، اللي هي بتتفتح ولا جرار ولا ايه. انا اهم حاجه عندي كان برضو ضلفه سلك، عشان في الصيف بنبقى بفتح كده عشان برضو الهوا. وربنا يسهل بعد البلكونه نخش على الشباك، بعد الشباك نخش على البلكونه تانية. فالمفروض نستفاد من ابو عمر، يعني ما ينفعش ما نستفادش منه باي حاجه. بالونه اوف. فهي المساحه كده، وربنا يسهل بقى ما يقعدوش يكسروا ولا يبوظوا لي ورق الحائط ولا اي حاجه. فهنشوف الشكل النهائي او الشكل لما يجوا يركبهم، وهنساله برضه ونستضيفه معانا ونساله على اسعار المطابخ والبلكونه دي اتكلفت قد ايه، ولو شكل تاني تتكلف وانواع المطابخ والالموتال والاكليريك وكده. وهنستضيفه معانا النهارده ابو عمر ويجاوب على الاسئله معانا. وممكن كمان زميله اللي معاه، اي حد فيهم يجاوب. المهم نستفاد منه ونطلع النهارده بخصومات من عندهم من الورشه لحبايبنا كله. فنستنى مع بعض تركيب البلكونه وربنا المستعان. اللحظه المنتظره لسه ما ركبوهاش، لسه هم مطلعين وطالعين بقى يركبوا. فهنمشي مع بعض خطوه خطوه كده. لو عرفت اصور ان شاء الله اختي حلوه وفرحتي. ماشي يا علي ماشي. بيقول لي يلا يا ماما الناس طالعه، يلا حبيبي. الجزء التاني هو يبقى الازاز، بس لما نشوفه بقى وهو متركب. هما اتنين. انا مش عايزه العب في حاجه عشان ابو عمر ما يقعدش يزعق ويقول ادخلوا جوه. حبايبي انا كده بقى هوريها لكم بعد ما اتركبت. معرفتش اصور وهم بيشتغلوا، ومعانا ابو عمر عشان اي سؤال نفرجهم من الاول. يا ابو عمر صح؟ اتفضلي. ما شاء الله. افتح لهم بقى بابا ووريهم ماشي، بس اوريهم الشكل. حاسب يا سيدي. الشكل اهو من بعيد ما شاء الله. والازاز فخامه ديكور. لا، واللون ماشي مع هنا، ماشي مع اللي في حاجه حتت ديكور في ورق الحائط، هي نفس الرسم. والازاز اهو الرسمه جميله. ورينا بقى يا ابو عمر كده وهو شغال اوتوماتيكي. هنفتح المقبض. ايوه. هم عاملين ضلفه السلك. مش هيقفل عشان الغسيل، عشان تبان. نقفل الضلفه السلك تاني. لونها جميل اهو. هم مثبتين جهه صح يا بابا؟ اللي هي اللي عندك. هي دي اللي بتتحرك معانا، والثانيه دي الجهه الثانيه ثابته. ممكن كانت تتحرك بس احنا مثبتينها عشان وراها. هي ممكن كنا هنحط لها هنا برضو. اسمه مثبتينها من بره مقبض. عايزين نسال بقى ابو عمر تكلفته كام البلكونه؟ البلكونه دي 2 متر و10 في متر، يعني حوالي 2 متر و10، عامله حوالي 3200 جنيه. 3200 جنيه. والرش ده اسمه سكراب ذهبي، ده اغلى انواع الرش في الافراد اللي هو قبل الخشمون. والازاز ده اسمه ديكور، واحنا عاملينه من طبقتين، يعني ده ايوه. ما طبق مش واحده قصادها واحده ثانيه. ايوه. فعاملين طبقتين في كل ضلفه. هما فعلا احنا لما قافلينه كده مش سامعين اي حاجه من بره، ولا تراب ولا اي حاجه، لان طقم الاحكام هنا برضو طقم الاحكام
معمول كويس جدا. راكب من فوق اهو، طقم الاحكام معمول، والفرش اللي راكب للضلف اسمه فرش مسلح، ده كاتم لكل انواع الاتربه والصوت وكل حاجه. طيب ابو عمر، عايزين برضو نسال على سعر المتر في الالموتال وفي الاكليريك وفي الخشمونيا. سعر المتر في مطابخ يعني متر طولي أيوة. فوق وتحت. في الالموتال العادي 2500 اي الوان تحتاجوها. في الخشمونيوم 3200 في الاكليريك. كده احنا سالنا ابو عمر على اسعار المطابخ والبلكونات. البلكونات الشبابيك البي اس، لان هي كذا قطاع. البي اس زي اللي راكب عندنا ده، المتر فيه مربع، بيتحسب متر مربع، متر في متر المساحه. اي حاجه شباك اقل من متر بتحسب متر، لان كل الاكسسوري اللي بتبقى في المتر هي نفسها اللي في ال2 متر هي نفسها. فالمتر 1500 المتر المربع. ده طبعا اسعار مش اسعار معارض، لانك هتلاقي في المعرض 1700 و1800. ده سعر ورش. واللي يجي لك من تبع ام عمر 1500. ده اللي تبع ام عمر 1500 المتر المربع. ابو عمر ما نتحرمش اذا كان في اي شغل تاني، يعني مثلا طالب نبقى خشمونيوم، هيزيد السعر بتاع الرش بس، انما هو على السعر ده 1500 المتر المربع. يعني دي متكلفه 3200 بالظبط. مش منك عقبال البلكونه الثانيه وعقبال الشباك ان شاء الله. بس تدفعوا. هندفع ان شاء الله. كده حبايبي، اي حد ليه سؤال يكتبه في الكومنتات بخصوص الالموتال او المطابخ او الشبابيك، واحنا هنجاوب على كل الاسئله. واحنا وابو عمر هيجاوب على كل الاسئله. ما نتحرمش منك يا ابو عمر، وتعيش وتعمل لنا. وطبعا في خصومات للي تبع ام عمر، ابو عمر هيظبط ايه طبعا في السعر. طبعا ميرسي جدا.